يا أهلا وسهلا بيكم في سلسلة حلقات مشاريع مكتب سكتش للعمارة والديكور في الغردقة. والنهاردة هنشرح مع بعض مشروع مميز جدا في كومباوند فنادير في شمال الغردقة على البحر. وكان من أهم طلبات العميل إن المطبخ بتاعه كان صغير، عايز يوسعه ويكون في شوية ديتيلز كده خاصة بالكراسي البار، الكوفي كورنر، المكان بتاع الجزامة والمرايات، دولاب المطبخ ازاي يكون شكله، التجاليد اللي في الحيطان، الشاشة ومقاسها، نوع الإضاءة يكون وورم. غرفة النوم كان مطلوب يكون فيها شاشة وتسريحة ودولاب وكرسي وترابيزة علشان يتفرجوا على الفيو في البلكونة. دي الصور بتاعت المعاينة بتاعتنا. بصوا جمال الفيو والبحر بتاعنا. ده كان اللوكيشن بتاع المطبخ والصرف والتغذية بتاعت المطبخ. دي الحيطة المقابلة للمطبخ وكان فيها التكييف ومخرج للتلفزيون. هنا كان العمود ده فيه مخرج للتلفزيون برضو. وكان مقترحين ان احنا نعمل مرايات علشان ندبليكيت الفيو بتاع البحر بتاعنا. بصوا جمال الفيو بتاع البحر. ده هنا الطرقة اللي بتدخلنا على الغرفتين، الماستر والغرفة الصغيرة. وفي الوش هنا كان في الحمام بتاعنا. بصوا دي الماستر بيدروم وده الفيو بتاعها، حاجة في منتهى الجمال. هنا كنا بنشيك على المقاسات بتاعتنا. ده الفيو بتاع الماستر بيدروم. ده المدخل بتاع الحمام. دي غرفة من الغرف. ده الاسبيلت بتاع الشقة، وهنا الباب بتاع الشقة اهو، الدخلة بتاعة البيت. الركن ده انا اقترحت ان هو يتعمل فيه دايننج تيبل جنب المطبخ. هنتفرج على الاقتراحات بتاعتنا. وده العمود اللي موجود عندنا في نص المساحة، اللي اقترحنا ان هو يكون فيه مرايات عشان يدبلكيت معانا الفيو بتاع البحر من هنا ومن هنا. دي الماستر بيدروم، ودي الغرفة التانية كان جواها حمام، وهنا حمام تاني. ده اول بروبوزل الفرش. دي الدايننج تيبل بتاعتنا بترابيزة في المدخل، وده هنا المنطقة بتاعة المطبخ، ودي جزيرة في النص مرتبطة بالعمود عشان تعالجه وتصلحه. هنا كان عملنا الليفينج روم علشان تبقى شايفة الفيو من كل الاتجاهات، وحطينا تلفزيون على ترابيزة كده، تي في يونت يبقى ريموفبل يتحرك. وفي ظهر الركن عملنا بارتيشن عشان نحدد المدخل بتاع الطرقة والحمام والغرف. ده البروبوزل التاني. وهنا كنا عاملين مكان للجزامة والكونسول، ودي دواليب ستورج هنتفرج عليها في 3D لان هو ده البروبوزل اللي عجب العميل. وده المطبخ بتاعنا. وهنا ده بار بيتفتح ويتقفل حسب عدد الناس كبديل للدايننج تيبل. والمكان ده فيه التلاجة ورا العمود، والجزء ده كله اتعمل بمرايات. ده الديزاين بتاع السيلينج بتاعنا في الماستر بيدروم، وتوزيع الليدات والجبسون بورد والكتل اللي هتبقى في الجبسون بورد. هنا ادي ال 3D. ده الستورج اريا اللي جنب الباب، ودي الجزامة. ده المطبخ، ودي الدايننج تيبل بتفتح وبتقفل. دي الليفينج روم بتاعتنا والتلفزيون في الحيطة دي. هنا ده المدخل بتاع الطرقة. ده حمام. دي الغرفة الماستر هنا، ودي الغرفة التانية اللي فيها سريرين. ده الكيتشن بتاعنا والدواليب والتلاجة. ده الستورج اريا اللي في المدخل بتاع البيت. هنا ده مكان تاني للتلاجة او الديب فريزر جنب العمود. وهنا الدايننج تيبل. دي شكل الشطات بتاعتنا. ودي الكوفي كورنر في الحيطة اللي ما بين الشباكين اللي على الفيو. دي الليفينج روم والسبيريت بتاعتها. دي التي في يونت بتاعتنا وتلفزيون معلق. هنا في كونسول بسيط بمراية بتعكس الفيو. وده البارتيشن والليفينج روم والوانها. دي الماستر بيدروم
الدريسنج تيبل فيها فكرة صغيرة ان المراية بتفتح وتقفل. ده التلفزيون محطوط بشكل لطيف على كلادنج جنب الدريسنج تيبل. دي الغرفة اللي فيها سريرين، سرير من فوق وسرير بيفتح من تحت، وده الدولاب. هنا دي دريسنج تيبل جنب السرير او مكتب. دي كده تفاصيل المشروع، اتمنى تكون عجبتكم. تابعونا، كانت معاكم مهندسة معمارية مريم نشد عدلي.